عايزة تاكلي عيش اللي بيتقال عليه سياحي ده؟ عايزة تاكلي عيش بلدي مصري بس فاخر من الآخر تاكلي صوابعك وراه؟ يبقى الفيديو ده يلزمك. العيش اللي بتجيبيه ب2 جنيه ونص من بره ده وعلى قلبك زي العسل، ليه ما تعملوش انت في البيت وتوفري على نفسك؟ بصي شكله عامل ازاي ولا طعمه طعامة. قبل ما ندخل الفيديو فضلا وليس امرا، لايك بقى للفيديو وشيريه على قد ما تقدري يا قمر، علشان غيرك كمان يستفيد. الموضوع مش صعب ابدا لما تقومي تعملي العيش البلدي اللي على اصوله في البيت. مش صعب ابدا، وخصوصا ان تسويته من اسهل ما يمكن، وخصوصا ان انتي بتستمتعي وانتي بتسوي العيش كده وهو بينتفخ قدامك، بيبقى منظر رائع بجد. وكمان على عين البوتاجاز، وبس بنديله لون من على وش الرغيف بالشواية، بس كده وخلاص كده. يعني هي الحكاية مش صعبة خالص، قومي يلا كده اعملوه معايا وانتوا هتستمتعوا بيه جدا جدا، وهتاكلوا اكل منه ما اقولكوش عليه. ندخل بقى في مكونات العيش البلدي الفاخر من الاخر دوت. 3 كوبايات مية دافية، دافية دافية مش سخنة، عشان لو سخنة هتموت لي الخميرة وهنحط باكو نص منها. ومعلقة سكر ممسوحة. فهنقلب كل ده، كل المكونات دي كلها عشان تدوب السكر في الخميرة. نفضل نقلب فيها كويس قوي 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 لغاية ما السكر ده يدوب فيها فعلا، علشان ندخل ننزل عليها بالدقيق. انا جايبة هنا كيلو دقيق معب بتاع الشركات ده. هننخله كله يعني يتنخل كله. انا جايبه المنخل دوت اللي هو طلع ترند يعني دوت، كنت جايباه فقلت اعمل بيه يعني. اول مره استخدمه معاكم النهارده، بس بصراحه حلو يعني، لقيته حلو مش وحش. بس انا بقى نخلته هنا الدقيق كله، او يعني كان ناقص له حاجه حبه صغيرين يعني كده، وهنخله برضو. عايزه اقول لكم احنا من هنا ورايح مش عايزين حد يستغلنا، ولا بتوع المخابز ولا بتوع اي حد، احنا نعمل كل حاجه في بيتنا، وكل حاجة بتطلع حلوة وكل حاجة بتطلع جميلة من ايديكي يا ست الكل. قومي كده اعملي كل حاجة بايديكي لاولادك ولبيتك، هتبقي مبسوطة جدا وهتدعيلي وهتاكلي حاجة نظيفة بجد. انا هنا مرضيش اسرع لكم الفيديو علشان تشوفوا كل تفصيلة في قلب الفيديو علشان تعملوها بالظبط، بس امانة عليكم الدعم الدعم الدعم. ادعموني عشان انزل لكم بكل جديد وقناتي دي توصل لكل الناس. هنا كنا خلصنا نخل الدقيق، هنحط معلقتين ردة في المنخل برضو وننخله، عشان برضو لو في الردة دي دايما تبقى فيها زي ترسبات كده اهوت. انا برضو هنا هوريلكم الترسبات دي عشان تشوفوها كويس اهو. بصوا الترسبات، شايفين الترسبات اهي؟ الترسبات اهي. بصوا عليهم بقى شوية ملح. الملح ده سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. هنقعد نعجن بقى في الدقيق، نعجنه كويس قوي، اعجني بقى كده ولتي فيه يعني. اقعدي اعجني كده لغايه ما الدقيق يختفي خالص. انا هنا حطيت نص كوبايه ميه كمان دافيه عليه، لان حسيت ان البتاع ما كانتش لما معايا كويس. ما برضو هنا حطيت شويه برضو من الدقيق علشان برضو تبقى متماسكه يعني، تبقى كويسه معايا. بصوا هنا القط سكر جاي برضو عشان يبص عليا كده اهوت. إيه سكر، انزل انزل يا سكر انزل. كان جاي عشان يسلم عليكم ويقول لكم دعموني. انا هنا برضو حطيت شويه دقيق كده اهوت برضو عشان ايه تلم برضو معايا العجين يعني يلم معايا. انا قعدت بقى اعجن فيه لغايه ما ايه لما خلص معايا وبقى حلو كده. وبص انا عايزاه يكون يعني ايه بيلزق كده. هو العجينه الصح بتاعه العيش اللي هي تكون بتلزق كده. وهنا حطيت على العجين حبه زيت كده من على الوش، ونغطيها بستريتش او كيس بلاستيك اي حاجه من عندك، وبعد كده نغطيها بقطعه قماشه تقيله كده اهوت لحد ما تخمر يعني تختمر معانا. وهنا بقى كان عدت ساعه، بص اختمر العجينه ازاي وتضاعف حجمها. فاختمر معايا العجين وطلع زي العسل اهو. انا بقى كل شويه بقى اطلع بقى على قد العيش اللي انا عايزه اعمله. لو عايزه اعمل مثلا عيش كبيره او مقرصه كده شويه عجين حلو كده هوت كبير. لو عايزه اعمل عيش صغير فهقوم مقرصه شويه عجين صغير عشان يطلع عيش صغير. انا هنا كنت بعمله كبير في البدايه كده، كنت بعمله كبير، بس انا برضو عشان اولادي بيحبوا الصغير فيعني مش بيحبوا كله كبير.
فانا هضطر اعمل الاتنين، الحجم الصغير والحجم الكبير. يعني انا في البدايه كده كنت بعمل الكبير، بس برضو يعني ايه واحده واحده كده اهوت لغايه ما بصي تبقى ايد ملزقه، وايد التانية تكون يا اما عليها، لو لزقت معاكي الايد التانية تقومي حاطه شويه ايه دقيق عليها عشان ما تلزقش جوه العيش وانتي بتحطيه على الرده. هنا بقى هخلص كل الكمية كده بتاعة العجين عشان اعمله يعني كورات كده على الردة. انا مرضيش اسرع الفيديو، انا الفيديو يعتبر يعني ايه الى حد ما بطيء، انا مرضيش اسرعه عشان تشوفوا كل التفصيل فيه وتعرفوا تعملوا كل حاجة فيه. انا هنا كنت بقرصه كده اهوت، وهقرص كله واقوم حطاه في الردة علشان يبقى ظهره كله ردة زي ما احنا بنشتريه من بره. بس انتي قومي كده متكسليش، لو عندك حبة دقيق وعندك خميرة كل الحاجات دي اكيد طبعا موجودة في اي بيت، قومي كده اعملي شوية عيش كده على قدكم، هتبقوا مبسوطين جدا بيه والله. هنا جت بقى مرحلة فرد العيش، احنا هنا بنفرد العيش بالنشابة بالراحة قوي. انا عايزة السمك بتاع العيش، رغيف العيش بصي السمك بتاعها زي اللي انا وريته لكم دلوقتي، انا عايزة السمك دوت، ما يبقاش ارق من كده ولا اتخن من كده، عشان ما يبقاش لو تخين هيبقى رغيف يعني كله لبابة عيش تخينة كده مش هتبقى حلوة. انا عايزة اللي هو لا تخين ولا رفيع، يبقى بالظبط مظبوط. بصوا انا الحجم بالظبط اللي انا وريتهولكوا انا عايزة زيه، امشي ورا كلامي عشان النتيجة تطلع مظبوطة. هنا انا عملت التانية دي، وبعمل بعد كده هعمل بقى التالتة والرابعة وكده وهسيبهم بقى كده يرتاحوا شوية صغيرين، واقوم على طول داخله مسويه على طول اهو. بص دخل ده وسويت، انا حطيت هنا زي صينيه كده على النار او طبق كده اهو سلستين على النار من فوق على عين البوتاجاز، وحطيت فيه رغيف عيش. فهنا بصوا بقى انا عايزه الفقاقيع دي تبقى موجوده، شايفين الفقاقيع اللي هي في العيش دي، انا عايزاها تبقى موجوده كده اهوت على العيش. هو اول ما تحس ان في فقاقيع كده في العيش هتعرفي بقى ان النتيجه هتطلع رائعه. بس كده الفقاقيع دي هتبتدي تزيد، واول ما تبتدي تزيد وتبقلل جامد قوي تقوم بقى واخده الصينيه ديت او الطبق اللي بقولك عليه دوت، تقومي شايلاه على طول كده، تقومي حاطاه بس تكوني فاتحه الشوايه الاول من قبليها علشان تبقى سخن، يعني الفرن يبقى سخن كده وتجيب لك نتيجه حلوه. بس احسن وقت بقى بحبه جدا هو وقت تسويه العيش في الزيت في الفرن، علشان بقى بتبتدي بقى لقدامنا شويه شويه كده. بصوا بيبقى عامل ازاي، بجد بيبقى خرافة، انا ببقى مبسوطة جدا 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 وانا اسوي العيش في الفرن دلوقتي، بحب اشوفه وهو بينتفخ كده واحدة واحدة. بصوا المنظر، بصوا المنظر بجد ما اقولكوش انا مش عارفة احنا كنا بنجيب ليه العيش من بره يا جدعان، مش عارفة والله، ونفوت على نفسنا ازاي المنظر الرائع ده بجد. شكله جامد وطعمه اجمد، يعني طعمه اجمد وشكله جامد، يعني شكله جميل جدا جدا. بصوا شكله ازاي عامل ازاي، بصوا يعني انا مش عارفه والله اقول لكم ايه، والله شكله كده يفتح النفس لوحده، شكله وطعمه اللهم بارك يعني. هنا سايباه تحت الشوايه شويه عشان ياخد لون على وشه كده، يبقى وشه جميل كده ومحمر كده وحلو عشان يبقى مستوي كويس. هنا بص اهو ابتدى يحمر كده وشكله بص عامل ازاي، بص المنظر عامل ازاي، جميل جميل اللهم بارك يعني. هنا برضو واحد تاني انا طبعا جبته من على عين البوتاجاز حطيته على طول في الفرن، انا ممكن ما اصورش كل التفاصيل دي، انا هنا صورته على طول في الفرن، بس شفت المنظر وهو بينتفخ ازاي. عجبتني قوي تجربة العيش في البيت وان انا بعمله في البيت يعني واعجنه واشوفه بعد كده وهو بينتفخ كده قدامي، عجبتني قوي التجربة دي وطعمه جميل جدا جدا. تقريبا انا هبطل اجيب عيش من بره خلاص، يعني هو تقريبا عجبني قوي الموضوع دوت. انا بعد كده لما يخلص العيش ده هعمل عيش تاني. جو الشتاء والدنيا ساقعة، فانتي لما تولعي الفرن مش هتحسي باي سقعة، انتي كمان لما تشتغلي في العجين وكده اهوت مش هتحسي برضو باي سقعة، وهتحسي ان انتي دفيتي كده اهوت، وتولعي بقى الفرن بقى وتشتغلي فيه وتطلعي شوية عيش احسن من اجدع فران. وهو ده برضو رغيف جديد حطيته على عين البوتاجاز، هنا وريت لكم هو على عين البوتاجاز يعني محطولكش على طول في الفرن. بصوا برضو هينتفخ كده شويه شويه كده، هيعمل بقليل كده اهوت، هيبقلل معانا كده. بحب قوي المناظر دي، ليه بقى الخميره بتشتغل فيه فبتدي بقى يعني يطلع. بص المنظر، بص المنظر كأنك بالظبط جايباه من بره.
وواحد طبعا تاني على عين البوتاجاز انا برضو جبتهولكوا كده، وبرضو اول ما اطلع فقاقيع كتير كده ايه حطاه على طول في الفرن ياخد اللون الوش كده ويبقلل معانا. انا وريتكم كام رغيف عيش عشان تشوفوا الموضوع مش صعب، وان الموضوع كله ناجح يعني الحمد لله. تقريبا انا عامله كذا رغيف يعني ما فشلش مني غير رغيف واحد، هو ده اللي يمكن ما انتفخش قوي، بس هو انتفخ برضو، بس هو ممكن يكون ما انتفخش قوي. فهو ده بس الوحيد. بصوا المنظر جميل أوي والله، كأنه جاي من بره ومن احسن من اجدع فرن. وهنا كنت سايبة شوية عيش يعني أو عجين عشان يرتاح، عقبال ما سويت الباقي يعني الباقي اللي أنا كنت فردته. جيت أفرد بقى برضو بالردة. بُص التاني كان يمكن كنت عاملة دقيق شوية أكتر من الردة، عشان في ناس بيحبوا كده عندي وكده يعني، شوية بيحبوا كده وشوية بيحبوا كده، يعني في شوية بيحبوا زي الشامي كده، بس هو برضه كان يعتبر بلدي، بس كان يعتبر برضه قالب على الشامي شوية عشان خاطر إيه، كان في دقيق أكتر. هنا بقى كله ردة، يعني هنا كله كان ردة من فوق حتى، بُص كان في برضه شوية ردة من فوق، بس جميل، جميل، جميل بجد والله العظيم 3. يعني التجربة دي أنا استمتعت بيها من كل حاجة، يعني من أكله ومن طريقة تحضيره ومن فرده. أنا بصوا عايزة أقول لكم إن هو ما فشلش مني غير تقريبا واحد أو اتنين بالكتير قوي، من تقريبا من كام واحد، تقريبا 16 واحد أو حاجة زي كده. بس بصراحة ربنا يعني التجربة دي جميلة جميلة بجد. بصوا أنا بوريكم ظهره ازاي كله رده زي اللي احنا بنشتريه بالظبط من بره. هنا برضو كنت حطيت بقى واحد في البوتاجاز، واحد اهو ابتدى يطلع اهو معايا برضو، انتفخ معايا وشكله جميل. واللي لسه معايا لحد دلوقتي في الفيديو يعملي لايك كده ويشجعني، يشجعني بقى. بصوا انتوا، انا بصوا فرحتكم ازاي بالعيش وشكله الجميل فرحوني انتوا كمان، فرحوني بان والله بيفرق معايا اللايك كده بحس ان انا عملت انجاز، يعني بحس ان انا فرحتكم وانتوا فرحوني انا كمان. ربنا يكرمكم يا رب وما يحرمنيش منكم ابدا، انا عارفه انتوا على طول بتفرحوني. وهنا وريتكم كتير قوي في العيش وهو بينتفخ في الفرن يعني، ما وديتكوش واحد ولا اتنين بس، لا انا وريتلكوا كتير قوي. صلوا على النبي كده معايا وبصوا هنا كنت اخر رغيف عيش بقى، كنت خلاص بقى بفنش يعني في العيش، خلاص كنا خلصنا كل حاجة. فهنا كنت برضو بحطه على العين البوتاجاز برضو، ولما ابتدى برضو يبقلل معايا برضو دخلته الفرن. وبرضه بصي يعني انا كل حاجه كنت بوريها لكم قصاد عينيكوا عشان تتاكدوا ان الموضوع ناجح وجميل وان يستحق التجربه، واكيد انتوا كلكم هتجربوه معايا وهتبقوا مبسوطين جدا منه والله العظيم، وربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب العالمين.